السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد بمنيو أسبوعي جديد بأفكار إن شاء الله تعجبكم وتاخدوا منها فكرة. أول يوم معايا أو أول وجبة معايا هي الفطير بالصدق. عارفين يا بنات انت لما بتعمليها في البيت يعني بتعمل معاكي أنا يعني نص كيلو دقيق عمل معايا ما شاء الله الله أكبر 3 فطاير زي ما انتم شايفين كده. الفطيرة حجمها كويس جدا وعاملاها كمان وش بيتزا. بصوا بتبقى جميلة جدا وحلوة جدا. ممكن تطلعي معاها مخلل، تحمري معاها بطاطس، شوية شيبسي كده من بره زي ما انتي حابة. طريقتها سهلة بسيطة، انا عملتها معاكم من فترة في القناة وجميلة وسهلة وخفيفة كمان، وما فيهاش نسبة دسم زي اللي انتي بتجيبيها من بره. جربوها ان شاء الله تعجبكم. تاني وجبة معايا المكرونة بالصلصة. طبعا انا مش مكتره لها صلصة. وكمان معانا بطاطس محمرة، طبق مخلل. ممكن برضو ايه كفكرة كمان ان انتي تعملي معاها بيض، تسلقي معاها بيض. لو عايز تعملي معاها بانيه ايا كان بتعمليها، بس انا ايه ساعات بحب اعمل المكرونة كده لوحدها مع البطاطس وتعدي يوم. تالت وجبة معايا يا بنات الكفتة المشوية. الكفتة المشوية برضو ممكن تعمليها مع المكرونة عادي، او الرز البسمتي. في ناس يعني بتحب الرز البسمتي عادي. وحمرت معاها بطاطس وسلطة وشوية مخلل كده. ممكن تعملي سلطة طحينة، تعمليها في سندوتشات العيش العادي او يعني اي عيش انت حباه. ممكن زي ما قلت لك تعملي معاها الرز البسمتي او المكرونة بالصلصة او المكرونة المحمرة. شوفي انت بترتاحي في ايه وولادك بيحبوا ايه واعمليه. تمام، احنا بنقدم فكرة بس مش اكتر، وانت يعني بتشيلي وبتحطي زي ما انت حابة. رابع وجبة معايا الكشري الاسكندراني اللي هو رز وعدس اصفر يا بنات. بينجزني لو مستعجلة بعمله، ويبقى طعمه حلو قوي ومغذي جدا. عملت معاه بطاطس محمرة وبقطع معاه خيار وطماطم بالدقة. الطماطم دي بصوا خطيرة. في ناس بقى مع الكشري ده بتعمل السمك اللي هو المشوي الصغنن ده، بيبقى برضو طعمه حلو. وكمان في ناس بتعمل البيض المدحرج اللي هو المسلوق وبيدحرجوه في السمنة البلدي، برضو بيبقى حلو. انا حبيت برضو ايه تبقى بسيطة كده مش اكتر. تمام. خامس وجبة معايا بنات الكبدة. عملت كبدة كده اسكندراني، بس احنا هنغمسها بالعيش عادي. ممكن تعمليها في عيش فينو في عيش بلدي وتعمليها ايه بسلطة كده وشوية بطاطس محمرة وشوية مخلل. برضو بتبقى حلوة قوي. الكبدة من الحاجات المفيدة جدا اللي الولاد محتاجينها الفترة الجاية. احنا داخلين زي ما انتم شايفين كده كل سنة وانتم طيبين، احنا في مدارس فالولاد بيبقوا محتاجينها. معايا ايه تانية يا بنات؟ صينية فراخ بصوص البصل. عملتها معاكم على القناة، اتمنى تشوفوها. هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها في الاخر. ان شاء الله تعجبكم. عفوا. وبعمل معاها رز بقى بشعرية، طلعي معاها مخلل او هي زي ما هي كده وتاكليها بعيش وشوية سلطة او شوية مخلل وخلاص. وكل سنة وانتم طيبة. بجد بيبقى طعمها حلو قوي، وكمان الصوص بتاعها يا بنات حلو جدا. عفوا. اخر وجبة معايا او سابع وجبة معايا صينية سردين. صينية السردين دي اولا بتبقى خفيفة قوي، ما بتاخدش معاكي زيت كتير، يعني ما بتحرقش زيت كتير. هما معلقتين زيت بيبقوا على الوش بس مش اكتر. وانا عملتها برضو معاكم، برضو هسيب لكم الطريقة بتاعتها ان شاء الله يا رب اللهم ذكرني. وبعمل معاها بابا غنوج بتنجان مشوي كده بالدقة كده، بيبقى طعمها حلو قوي. وكمان طبق سلطة كده خضرة. ممكن تعملي معاها رز، ممكن تقليه، ممكن تحطي مشوي مقلي سنجاري زي ما انت حابه. احنا عندنا بيبقى فيه وجبة سمك في الاسبوع. انت ممكن بقى تعمليها مقلي مشوي، آه اللي تحبيه تشيليها خالص وتحطي حاجة تانية برضو اللي يريحك. اتمنى يكون المنيو النهارده بنات يكون متنوع واخدتي منه فكره. مش لازم تاخدي الحاجه زي ما هي زي ما انا حطاها، انت بتاخدي فكره وبتحطي زي يعني ايه اللي يناسب امكانياتك وكمان ولادك بيحبوا ياكلوا ايه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك. ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتسيبي كومنت كده حلو. والسلام عليكم.